ربع نهائي. نفط الشمال يبدأ بالملابس الغامقة البنفسجية. ليث الجندي لعمار وليد. هنا التمريرات الروتيشن وتدوير الكرة. هنا التو بوينتس غير ناجحة من ليث الجندي، لكن متابع محمد حيدر. ممتازا محمد إلى ليث الجندي الذي غاب في دقائق كثيرة عن مباراة يوم أمس أمام زاخو بسبب الإصابة. هنا ليث الجندي يتحصل على رميتين حرتين. فريق غاز الشمال قادم من خسارة أمام عمال نينوى 64-83، ونفط الشمال أيضا قادم من خسارة أمام زاخو 48-82. الرمية الحرة الأولى يحاول ليث الجندي، ينجح يسجل أولى النقاط. الآن الرمية الحرة الثانية، هل ينجح؟ نعم ينجح ليث الجندي. أولى النقاط لمصلحة فريق نفط الشمال. غاز الشمال الآن يحاول أحمد منخي الخبرة 36 عام. تمرير الآن لمحمد فيصل، قطعت الكرة والهجوم المرتد السريع. محمد حيدر، لكن ستيل موجود من فريق غاز الشمال تحديدا من أحمد. هنا الثري بوينتس ممتازة، أولى الثلاثيات من اللاعب محمد عبد الجبار، 33 سنة، متر 89 سنتيمتر. عمار وليد يحاول من جديد لمصلحة فريق نفط الشمال، والريباوند غير ناجح. محمد حيدر عادت مصلحة فريق غاز الشمال لمصلحة محمد، عادت مجددا، لكن ايضا خطفت الكرة. هنا التمريرة محمد حيدر. الله 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 الله، مهارة جميلة محمد حيدر، خلص بصورة جميلة من اللاعب محمد فيصل، نجح. شاهد الله، لقطة جميلة جدا كانت. يحاول الآن ريباوند موجود من عمار وليد. 4-3. هنا محمد حيدر إلى عمار وليد مجددا. مصطفى فرهاد. تدوير الكرة محمد حيدر بحثا عن من. هنا الاسيست عمار وليد، ينجح عمار وليد بتسجيل الثنائية. 2 بوينتس لمصلحة فريق نفط الشمال. 6-3. عادت لمصلحة فريق الغاز. هنا الدرايف والتمرير، لكن أحمد منخي يواجه عمار وليد، دفاع قوي. هنا محاولة المرور من أحمد باسم، لم ينجح أحمد باسم. عادت بالريباوند محمد حيدر، يمرر لمصطفى فرهاد. محمد حيدر مجددا. فريق نفط الشمال لا يستعجل التمريرة. ليث الجندي بالقوة وينجح بهذه الباسكت. والنقطة الثامنة أحمد باسم يحاول هنا بالدرايف محمد فيصل، لكن صعب. رسالة حيازة لمصلحة فريق غاز الشمال. أيوب صادق إلى رعد خفير، ثلاثية غير ناجحة من محمد عبد الجبار. عادت لفريق نفط الشمال. سريع فريق نفط الشمال. هنا ليث الجندي يحاول الدخول من تحت السلة. تمرير عمار وليد، وهنا الثري بوينتس غير ناجح الثري بوينتس. مجددا يحاول الآن ينجح ليث الجندي بثلاثية جميلة. 7 نقاط ليث الجندي من مجموع 11 نقطة.
لاعب مهم جدا لفريق نفط الشمال. مباراة الأولى من هذا اليوم، مباريات الجولة الثامنة من الدوري المحترفين العراقي لكرة السلة. سابيس يفوز على عمال نينوى 82-69، بينما في المجموعة الثانية هنا في العاصمة الحيوي بغداد الكهرباء والفوز على اليقظة 57-50. يحاول هنا ليث الجندي، تمريرة اوتسايد، محمد حيدر، وايضا ثنائية 2 بوينتس. يحاول فريق الغاز لكن خطفت، وما زالت لمصطفى فرهاد. تمريرة لليث الجندي، عادت تمريرة طويلة أخرى لمحمد حيدر. محمد ينجح محمد حيدر، يتقدم 15 مقابل 5، فارق 10 نقاط. مرت تقريبا 5 دقائق وهناك وقت مستقطع للمدرب أحمد باسم. تمام سمير. ينتهي الوقت المستقطع احبتي مشاهدي قنوات شبكة الاعلام العراقي، ونستأنف اللقاء. مرت 5 دقائق وبعض الثواني على الفترة الأولى لمباراة غازة الشمال ونفط الشمال ضمن مباريات الجولة الثامنة من دوري المحترفين لكرة السلة، المجموعة الأولى التي تضيفها مدينة زاخا الجميلة هنا في صالتها، وجماهير زاخا تعد العدة للقاء الدفاع الجوي من أجل الصدارة. يحاول الآن فريق غاز الشمال، هل يعود هذا الجيل النقاط بعد وقت مستقطع؟ هنا الثري بوينتس ممتازة ثلاثية جميلة عن طريق محمد عبد الجبار لاعب الخبرة. ثاني ثلاثية، يحاول مصطفى من جديد، هنا تمريرة محمد حيدر، يحاول محمد حيدر مرة أخرى. وقت الهجمة، انتهى وقت الهجمة. نعم انتهى وقت الهجمة. الدفاع كان قوي من فريق غاز الشمال، وعمر خليل حاصل بعمر خليل أكيد يعني عندما لم تستطيع أن تصوب الكرة خلال وقت الهجمة ب 24 ثانية صعب جدا. 3 بوينتس من مسافة بعيدة محمد عبد الجبار لكن لم ينجح. متابعة دفاعية موجود من ليث الجندي إلى مصطفى فرهاد، إلى عبيدة، إلى مصطفى. هنا الثري بوز غير ناجحة في الحلقة. البحث عن فاست بريك، هنا الدخول، وهناك خطأ على اللاعب عبيدة عامر لمصلحة الوضع على الصورة. أيوب صادق حاول الدخول لكن عبيدة ارتكب الخطأ. و2 فري ثرو. الرمية الحرة الأولى من أيوب صادق، هل ينجح بالتسجيل؟ الآن الرمية الحرة الثانية من أيوب، هل ينجح؟ نعم ينجح، يقلص الفارق إلى 10 نقاط، إلى 5 نقاط بعدما وصل فريق غاز الشمال إلى 10 نقاط. مصطفى لعمار وليد،
دفاع منطقة من فريق غاز الشمال على فريق النفط. هنا التصويبة بعيدة تماما. المتابعة موجودة من أحمد منخي. يحاول فريق الغاز بحثا عن 2 بوينتس، لكن دفاع قوي جدا. ليث الجندي يريد اللاعب رعد خضير أن يخطف الكرة من ليث الجندي، لكن صعب جدا. هنا الثري بوينتس ممتازة، ممتازة الثلاثية، عاد الفارق إلى 8 نقاط ممتازة من مصطفى فرهاد البلاي ميكر. ينجح محاولة الدخول من أيوب، وهناك خطأ. نعم خطأ على من؟ هل على ليث الجندي. الرمية الحرة الأولى أيوب. هل يستطيع التسجيل؟ لم يستطع، لم يستطيع في الرمية الحرة الأولى. الآن الرمية الحرة الثانية أيوب صادق. هل ينجح أيوب؟ أيضا لم ينجح. والمتابعة من ليث الجندي. ليث إلى عمار وليد، يحاولون بالسرعة، يحاولون بالسرعة. تمريرة ليث الجندي مرة أخرى لعبيدة إلى ليث. ليث بالتو بوينتس لم ينجح. وهنا المتابعة والهجوم المرتد السريع. أحمد منخي، لكن ستيل من مصطفى، وتمريرة خاطئة. وماذا هناك؟ أيضا خطف الكرة وترنوفر آخر على الفريقين، وفي الأخير 2 بوينتس. 2 بوينتس لمصلحة فريق غاز الشمال، يقلص الفارق إلى 6 نقاط. 10 نقطة مقابل 18 نقطة. تمرير الآن ليث الجندي، يحاول الآن محمد حيدر. محمد عمار وليد، تمرير على محمد. هنا محمد لم ينجح محمد حيدر. عادت لأيوب. أيوب يحاول بالدرايف، وهناك خطأ. 2 فري ثرو. أيوب لم ينجح. ثالث رمية حرة يضيعها أيوب صادق. رميات الحرة مهمة جدا في كرة السلة. الرمية الحرة الثانية هل ينجح؟ نعم ينجح أيوب صادق. الثالث عشر، يتقلص الفرق إلى 5 نقاط. عبيدة إلى عمار. محمد حيدر، تمرير الكرات وتدويرها. هنا ليث الجندي لم ينجح. المتابعة موجودة من رعد خضير. فريق غاز الشمال يضغط فريق النفط على فريق الغاز. محاولة دخول وتصويب، والمتابعة غير ناجحة كانت من عبيدة. حسين طلال مدرب فريق غاز الشمال لا يريد خسارة أخرى. يحاول الآن زمن الهجمة. محمد عبد الجبار هل يصوب؟ نعم يصوب، 3 بوينتس ممتازة. 3 بوينتس ممتازة محمد عبد الجبار. والنقطة السادسة عشر، يقلص الفارق إلى 2 نقطة. 30 ثانية الأخيرة من الفترة الأولى. يحاول الآن، وصلت لعمار وليد. عمار من تحت السلة، ينجح عمار وليد، ويصل فريق نفط الشمال للنقطة 20. الثواني الأخيرة سوف يلعبون على الثانية الأخيرة. نعم، هنا محاولة الدرايف ولكن لم ينجح. هنا التمريرة
محمد حيدر والثري بوز أيضا غير ينجح، وينتهي الربع الأول بتفوق فريق نفط الشمال على غازي الشمال 20 نقطة مقابل 16. حبة المشاهدين استراحة قصيرة، نعود إليكم مجددا، لا تذهبوا بعيد. قطان يحاول ليث الجندي، مصلحة فريق نفط الشمال. هل هناك عودة للغاز؟ وهنا 2 بوينتس غير ناجحة، ومحمد حيدر يحاول المتابعة لكن الكرة لم يستطيع مسك الكرة. أكيد كان هناك بريسنج من لاعبي نادي غاز الشمال، وبالتالي إلى الخارج، والحيازة تعود لمصلحة فريق غاز الشمال. وطاقم التحكيم بهدين شكري وكارزان عمر واللاعب مروان جهاد، ومراقب المباراة الدولي الأستاذ سمير محمد علي. محل مصلحة فريق غاز الشمال، هل يقلص الغاز؟ تمريرة وصلت إلى رعد خضير، رعد يحاول إلى عبد الحميد، والثري بوينتس غير ناجحة. دفاع قوي كان من لاعبي نادي النفط. مصطفى من عمار، هنا ليث الجندي، والمحاولة الثلاثية ناجحة. 3 بوينتس ناجح من ليث الجندي بابتسامة عريضة من هذا اللاعب المقاتل في أي مباراة. نعم، جندي إضافة لأي فريق. هنا ال3 بوينتس غير ناجحة. المتابعة من عمار من عمار. نعم وليد، 25-16 فارق 9 نقاط. هنا عمار يحاول تمريرة ليث الجندي، يحاول ليث وبمساعدة البورد لكن لم ينجح. محمد عبد الجبار بالمتابعة الدفاعية. أحمد منخي البحث الآن عن الدرايف، و2 بوينتس بقوة. 2 بوينتس بقوة من أنس زياد. نعم، 20 سنة فقط عمر هذا اللاعب، طوله 1.90 سنتيمتر. عبيدة لعمار، عمار محمد حيدر إلى ليث الجندي، لم ينجح. المتابعة موجودة من محمد حيدر، ممتاز محمد حيدر. 2 بوينتس 27 مقابل 18 فارق 9 نقاط. مباراة مهمة جدا للفريقين. ونعادة الكرة السريعة لمصلحة فريق نفط الشمال. ليث الجندي إلى عمار،
مصطفى فرهاد، الله على المهارة إلى عمار، والثلاثية غير ناجحة. متابعة هجومية ممتازة من محمد حيدر، وينجح بالتصويب والتسجيل محمد حيدر. هنا الواضح بالصورة لاعبي الخبرة محمد حيدر مثل أندية الناصرية والتضامن والحلة، وما يمتلك شهادة الماجستير في التربية البدنية وعلوم الرياضة. هنا محمد عبد الجبار أيضا من لاعبي الخبرة. رميتان حرتان محمد عبد الجبار صاحب الثلاثيات الناجحة. الرمية الحرة الأولى محمد عبد الجبار، هل ينجح؟ لم ينجح. ما هو السر ما بين لاعبي نادي غزة الشمال وضياع الرميات الحرة؟ الآن الرمية الحرة الثانية، هل ينجح؟ نعم ينجح، نعم ينجح. فريق غزة الشمال لغاية الآن أضاع 4 رميات حرة، فارق 10 نقاط الآن، 19 للغاز 29 نفط الشمال. الجولة الثامنة من مباريات المجموعة الأولى للدوري العراقي للمحترفين لكرة السلة. مصطفى ليث الجندي، ليث إلى عمار، الله 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 الله، عمار وليد، ولقطة جميلة على طريقة الNBA من عمار وليد الذي ينجح بتسجيل هذه السلة الجميلة. هنا 2 بوينتس ناجحة من محمد عبد الجبار. ينجح هنا عمار وليد، المحامي عمار وليد لديه شهادة بكالوريوس القانون. المحامي يريد الدفاع عن ألوان نفط الشمال. عمار وليد إلى مصطفى فرهاد، إلى عمار مجددا، مصطفى للثري بولز غير ناجحة. المتابعة موجودة من عبيدة. محمد حيدر، هنا مصطفى ينجح قبل نهاية زمن الهجمة بأقل من الثانية، بأقل من الثانية. 33-21، بدأ الفارق يتسع ويزداد لمصلحة فريق نفط الشمال. محمد عبد الجبار، محمد هنا 2 بوينتس ناجحة، نعم ثنائية ناجحة من محمد عبد الجبار، واضح على الصورة. يخلص الفرق إلى 10 نقاط. هنا عمار وليد، عمار إلى ثلاثية. عبيدة 3 رميات حرة، نعم لمصلحة عبيدة. الرمية الحرة الأولى لعبيدة، هل ينجح في التسجيل؟ عبيدة لم ينجح في الأولى، لم ينجح في الأولى. الآن الثانية، هل ينجح؟ ينجح في الثانية. والآن الثالثة. عبيدة 3 رميات حرة، ينجح بواحدة ويخفق في 2. 34-23، فارق 11 نقطة. يحاول الدخول أيوب، تمريرة لمحمد شيركو، أدي يا محمد. لقطة ما بين محمد ومحمد. عمر خليل مدرب الفريق، دائم التواصل والتوجيه. رمية حرة غير جيدة بالمرة من محمد. هل ينجح في الثانية؟ هل ينجح في الثانية؟ نعم ينجح محمد. فارق يعود إلى 10 نقاط، 24 الغاز 34 نفط. ديربي محافظة كركوك ما بين النفط والغاز. عمار وليد لليث الجندي،
ليث تمريرة لمصطفى، هنا عمار، وهناك مخالفة على اللاعب محمد فيصل، لاعبي الخبرة 36 سنة، أو خطأ، نعم خطأ على محمد فيصل. عادت لمصلحة فريق النفط. هل يصوب عمار؟ وثنائي غير ناجح. 2 بوينتس غير ناجحة، عادت لمصلحة فريق الغاز. غاز الشمال، هل ينجح بالتقليص؟ أيوب تمريرة إلى اللاعب أيوب، يحاول الآن دخول درايف جميل هذا الدرايف من أيوب صادق، ينجح بتسجيل ثنائية 26 مقابل 34. ليث الجندي إلى محمد حيدر، ولا التمرير لعمار، لكن هناك خطأ لمصلحة عمار وليد. اللاعب محمد شيركو. الرمية الحرة الأولى عمار وليد، هل ينجح بالتسجيل؟ عمار ينجح. الآن الرمية الحرة الثانية، هل ينجح عمار؟ نعم ينجح. تركيز عالي من عمار وليد بتصويب الرميات الحرة. 36-26، أقل من 4 دقائق على نهاية الفترة الثانية لمباراة غزة الشمال ونفط الشمال ضمن مباراة الجولة الثامنة من دوري المحترفين. ومحمد عبد الجبار يسجل سلة ومعها رمية حرة إضافية. ممتاز من محمد. تبديلات الآن. مؤمل حسن يخرج أو يدخل مؤمل حسن، ويخرج ليث الجندي. عبد الجبار رمي الحرة الإضافية، هل ينجح بالتسجيل؟ لم ينجح بالتسجيل. المتابعة هنا الخطف الكرة من مصطفى فرهاد، لكن لم يكتمل هذا الستيل، لكن الحيازة لمصلحة فريق غاز الشمال. البوسجن للغاز، يحاول الغاز، محمد فيصل تمريرة، وهناك خطأ لهذا اللاعب لأحمد باسم. سلة مهمة جدا. ماذا هناك؟ خطأ على من؟ السلامة لمؤمل حسن الذي دخل قبل قليل للخماسي. هل هناك عودة لإياريس؟ طاقم التحكيم بدين شكري وكرزان عمر ومروان جهاد. محمد عبد الجبار من أفضل اللاعبين في فريق غزة الشمال، هل يسجل الرمية الحرة الأولى؟ نعم يسجلها. 29 مقابل 36. الفارق يتقلص إلى 7 نقاط، وممكن أن يتقلص إلى 6 نقاط. نعم 30 الغاز 36 نفط الشمال. الفارق يتقلص إلى 6 نقاط. محمد فيصل إلى عمار وليد. عمار تمريرة لمصطفى فرهاد. مصطفى فرهاد إلى عمار وليد مجددا، يبحثون على تدوير الكرة من أجل التصويب الدقيق، لكن لم ينجح مصطفى فرهاد. عادت لمصلحة فريق غزة الشمال، هل يقلص غزة الشمال؟ محمد عبد الجبار. محمد تمريرة لمحمد فيصل، وصلت الآن إلى أيوب 3 دقائق على نهاية الفترة الثانية. أيوب زمن الهجمة قارب وأوشك على النهاية. هنا التصويبة لم ينجح وزمن الهجمة. هل هناك مجال التصويب؟ خلاص انتهى زمن الهجمة ولم ينجح
بالتصويب فريق غازة الشمال. هناك خطأ مصلحة مؤمل، خطأ على اللاعب الوضع في الصورة أحمد باسم. تبحث الآن عن الثلاثية فريق نفط الشمال، هنا الدخول والتصويب. الله الله، ثنائية جميلة لعمار وليد، ثنائية جميلة لعمار وليد. 38-30، ثواني مهمة جدا للفريقين بحثا عن التقليص. فريق غزة الشمال محاولة الدرايف، ينجح أيوب صادق بالدرايف. هل أيوب صادق كان أم محمد فيصل؟ يحاول فريق نفط الشمال دخول تمرير بحثا الآن، 2 بوينتس غير ناجحة من عبيدة، عادت لمصلحة فريق الغاز. 32 الغاز 38 نفط الشمال، فارق 6 نقاط، ومن الممكن التقليص. محمد عبد الجبار ومحمد حيدر خطف الكرة ستيل. مؤمل حسن، مؤمل يحاول و2 بوينتس ناجح من مؤمل حسن بعد خطف الكرة من محمد حيدر. 40-32، يحاول الدخول محمد فيصل حاول الدخول، 36 سنة، 1.90 سنتيمتر. 2 فري ثرو. مؤمل حسن ونقاش ودي مع الحكم. الرمية الحرة الأولى ينجح بالتسجيل. الآن الرمية الحرة الثانية، نقاش ما بين المدرب حسين طلال والحكم نهدي شكري. الآن الرمية الحرة الثانية لمحمد فيصل، هل ينجح محمد فيصل؟ نعم ينجح محمد فيصل، يعود بالفرق إلى 6 نقاط. دقيقة وبعض الثواني على النهاية. عمار وليد لمصطفى فرهاد، عمار وليد مجددا، تدوير الكرة لكن دفاع قوي جدا. محمد فيصل لمحمد حيدر، عادت لعمار وليد إلى مصطفى يحاول التمرير لعمار، فقد الكرة عمار، لكن آخر من لمس الكرة محمد فيصل. ومتبقي 3 ثواني على زمن الهجمة. هل ينجح فريق نفط الشمال؟ هل ينجح التمرير؟ عمار وليد يبحث على مصطفى فرهاد، وانتهى زمن الهجمة. السلة لا تحتسب، نعم السلة لا تحتسب، كونه صوب أو رمى الكرة بعد نهاية زمن الهجمة. أيوب يحاول في الثواني الأخيرة فريق الغاز أن يعود بالنتيجة، لكن هنا ستيل عادت لمصلحة فريق نفط الشمال. مؤمل حسن أيضا ستيل من أحمد باسم، وهناك خطأ على مؤمل. والمطالبة بالفيديو من لاعبي فريق غازة الشمال. هنا الإعادة. هل كان هناك ضرب على مستوى الوجه من مؤمل حسن على اللاعب محمد شيركو؟ آخر 32 ثانية. بالسلامة لمحمد شيركو، والسلامة لجميع الموجودين في صالة نادي زاخو التي تستضيف مباريات المرحلة الثانية للمجموعة الأولى لدوري المحترفين لكرة السلة.
العودة إلى الفيديو. كان هناك تعمد من مؤمل حسن. تم مشاهدة اللقطة من أكثر من زاوية. ما هو القرار النهائي؟ تكنيكال فاول. محمد الشيركو، الرمية الحرة الأولى، هل ينجح؟ لم ينجح محمد الشيركو. تركيز ليس بأعلى مستوياته. الرمية الحرة الثانية ينجح وأيضا الحيازة تعود لمصلحة فريق غزة الشمال. 35-40، فارق 5 نقاط. هل ينجح بالتقليص فريق الغاز من خلال هذه الهجمة؟ أيوب، يحاول أيوب الدخول، لكن هناك قطع للكرة من أمام أيوب، لكن ما زال البوزيشن لمصلحة فريق غاز الشمال. غاز الشمال شاهد بريسنج عالي كان من اللاعب، وهذا هناك كاد أن يسجل ثلاثية اللاعب أيوب، لكن أيوب لامس الخط. نعم لامس الخط. ترنوفر على أيوب، عادت لمصلحة فريق نفط الشمال. الثواني الأخيرة يلعبون على الثانية الأخيرة، ومن ثم التصويب. مصطفى فرهاد لعمار وليد، عمار لمحمد حيدر. محمد حيدر يحاول لكن خطفت الكرة. الثواني الأخيرة محمد عبد الجبار، هل يصوب؟ خلاص انتهت الفترة الثانية، أيضا بتفوق فريق نفط الشمال على فريق الغاز 40 مقابل 35. حبة المشاهدين، استراحة قصيرة ونعود إليكم مجددا، لا تذهبوا بعد.
أعزائي مشاهدي قنوات شبكة الإعلام العراقي، نحييكم مجددا وأحداث القسم الثاني، الشوط الثاني، مباراة نادي غازي الشمال ونفط الشمال، بعدما تركنا النصف الأول بتفوق فريق نفط الشمال على فريق غازي الشمال 40-35. مباراة المركزين الخامس والسادس من المجموعة الأولى الدوري العراقي المحترفين لكرة السلة. ثاني مباريات الجولة الثامنة للمجموعة الأولى. مصطفى فرهاد بداية للنفط، محاولة الهجوم، عمار وليد إلى مصطفى فرهاد، على عمار وليد مجددا، ليث الجندي يعود إلى الخماسي الأساسي، محمد حيدر، خطفت الكرة، عادت سريعة إلى أيوب بحثا عن الفاست بريك، لكن هناك خطأ واضح على عبيدة. نعم، لمصلحة الوضع على الصورة أيوب صادق. غازي الشمال يعني يقلص الفارق شيئا فشيئا. الرمية الحرة الأولى من أيوب صادق، هل ينجح بالتسجيل أيوب؟ نعم ينجح أيوب. الآن الرمية الحرة الثانية، هل ينجح أيوب صادق؟ لم ينجح. تابع محمد حيدر. 36-40 فارق 4 نقاط. طبعا فريق نفط الشمال سجل في الشوط الأول 20 نقطة، وفي الشوط الثاني أيضا 20 نقطة، بينما فريق الغاز سجل 16 نقطة في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني سجل 19 نقطة. يعني تفوق في الربعين الأول والثاني لمصلحة فريق نفط الشمال. الأول فارق 4 نقاط والثاني فارق نقطة. الآن الربع الثالث، عادت لمصلحة فريق الغاز 36-40. أحمد باسم، محمد عبد الجبار أبرز اللاعبين في القسم الأول من هذا اللقاء. تمريرة جميلة لكن تصويبة لم تكن ناجحة من محمد شيركو. هنا ليث الجندي أيضا لم ينجح في الفاست بريك، عادت بسرعة لمصلحة غازي الشمال. أحمد باسم يريد أن تكون الهجمة منظمة، لكن خطفت من محمد حيدر لعبيدة، على محمد حيدر مجددا، مصطفى فرهاد، هنا ليث الجندي 3 بوينتس غير ناجحة، ثلاثية غير ناجحة، عادت لمصلحة فريق غزة الشمال. فريق نفط الشمال لم يسجل ولا نقطة لغاية الآن بعد مرور تقريبا دقيقتين، لم يسجل أي نقطة، بينما نقطة وحيدة كانت لمصلحة فريق الغاز. هل ينجح محمد عبد الجبار؟ وهنا التصويبة لكن بعيدة تماما، عادت لمصطفى فرهاد، عادت لنفط الشمال بالسرعة. هنا الآن عبيدة والمتابعة موجودة من محمد حيدر، الريباوند لمحمد حيدر من جديد، التدوير للكرة. وصلنا الآن لليث الجندي والتمريرة للاعب عبيدة، لكن خطف الكرة. وهنا ايزي باسكت من ايوب صادق، والنقطة 38 مقابل 40. الفارق يتقلص إلى نقطتين، وفريق نفط الشمال ما زال يعاني بعدم تسجيل أي نقطة إلا هذا مصطفى فرهاد، لكن لم ينجح. والمتابعة موجودة، محمد عبد الجبار يبحث عن السرعة، الارتداد السريع والدخول، وهناك خطأ على عمار وليد. ماذا هناك اعتراض، شاهد اللقطة. محمد عبد الجبار وعمار وليد حاول خطف الكرة، لمصلحة نعم فريق نفط الشمال. آخر من لمسها اللاعب محمد عبد الجبار. هنا الثري بونز غير ناجحة، الريباوند جميل كان محمد عبد الجبار، وصلت لأيوب والدخول والتصويب وتو بوينتس. يعدل فريق غزة الشمال 40-40.
40 عن طريق أيوب. حلوة يا أيوب، وصبر أيوب كان مع فريق الغاز لغاية إدراك التعادل. نفط الشمال هل يعود يتقدم من جديد؟ المباراة الآن أصبحت مفتوحة، و2 بوينتس ورمية حرة إضافية لمصلحة محمد حيدر. هذا عمر خليل يشاهد النتيجة، يراقب الأوضاع، يراقب الأحداث، يعرف تماما صعوبة هذا اللقاء. فريقان ب8 نقاط. فوز و6 خسارات. من الرمية الحرة الإضافية لم ينجح محمد حيدر. 42 مقابل 40. وهنا الدرايف لكن لم ينجح. عادت لمحمد موفق. محمد موفق والمتابعة من ليث الجندي، كاد أن يسجل الثنائية ومع رمية حرة إضافية لكن لم يستطيع. لقطة إعادة. ليث الجندي والرمية الحرة الأولى، ينجح بتسجيلها. تركيز عالي من ليث الجندي في الرمية الحرة الأولى. الآن الرمية الحرة الثانية. ليث هل ينجح؟ نعم ينجح ليث الجندي. 44 احتاج فريق نفط الشمال لأكثر من 3 دقائق حتى يسجل أولى نقاط عن طريق محمد حيدر. والآن رميتان حرتان ناجحتان لليث الجندي. غاز الشمال يحاول أن يقلص. 44 حاول السكريم، وهناك ماذا هناك خطأ على اللاعب محمد حيدر. عصبي حسين طلال، نعم عصبي. مخالفة لمصلحة فريق الغاز يحاول. أيوب والثلاثية غير ناجحة. المتابعة من محمد موفق. تمريرة على محمد يحاول عمار وليد، وهناك خطأ و3 رميات حرة. خطأ من رعد خضير. فريق نفط الشمال يريد أن يوسع الفارق مجددا. الرمية الحرة الأولى عمار وليد. كما ذكرت الفريقان من محافظة كركوك. الرمية الحرة الأولى هل ينجح؟ لم ينجح عمار وليد. الآن الرمية الحرة الثانية. هل ينجح عمار وليد؟ أيضا لم ينجح عمار وليد. والآن الرمية الحرة الثالثة. كثيرة هي الرميات الحرة التي ضيعها لاعبي الفريقين. هل ينجح عمار وليد في الثالثة ثابتة. ينجح بتسجيل نقطة. 45 فارق 5 نقاط. يحاول فريق الغاز أن يقلص الفارق. توقف الغاز عن التسجيل. محمد عبد الجبار. هل ينجح محمد عبد الجبار؟ هنا الثنائية غير ناجحة، والمتابعة من عمار وليد لليث الجندي إلى عبيدة لليث مجددا. يطلب الهدوء ليث الجندي. يعملون على لعب الهجمة المنظمة، على الروتيشن، على التدوير. وهنا عمار إلى مصطفى. ثلاثية غير ناجحة، والمتابعة موجودة. وعادت لرعد. هنا التمريرة، السرعة لفريق الغاز. يحاول المرور والدخول والتصويب. متابعة مرة أخرى من محمد عبد الجبار. وهنا رعد وال2 بوينتس غير ناجحة. الدرايف جميل كان من رعد لكن لم ينجح. محمد موفق يحاول. محمد تمرير ليث الجندي. وهناك قطع للكرة بصورة جميلة من محمد فيصل. عادت
من أحمد منخي لمحمد فيصل، الأسيست لرعد، لم يصل الأسيست، خطفت ليث الجندي إلى محمد موفق، وهناك خطأ على محمد عبد الجبار، شخصي على محمد عبد الجبار. حاول محمد موفق لكن صعبة كانت. محمد موفق سبق وأن مثل نادي غازة الشمال والآن مع نفط الشمال، وأيضا لعب لمنتخبنا الوطني للناشئين. هناك أيضا لقطة ما بين أحمد منخي وليث الجندي، ينجح في الرمية الحرة الأولى محمد موفق 46-40. الآن الرمية الحرة الثانية، هل ينجح محمد موفق؟ نعم ينجح 47-40، فارق 7 نقاط. عاد نفط الشمال للتقدم مجددا لكن الفارق ليس كبير. محمد فيصل يحاول محمد، الله، لقطة جميلة، دخول سريع ونقطة جميلة، سلة جميلة. 42 مقابل 47. عمار وليد يحاول الآن ليث الجندي، فقد الكرة ليث الجندي. عادت المصلحة فريق غازي الشمال. أحمد منخي لمحمد عبد الجبار، 3 دقائق ونصف الدقيقة هنا. محمد عبد الجبار ثلاثية غير ناجحة، والمتابعة من مصطفى فرهاد يحاول تمريرة، خطفت من محمد عبد الجبار لأحمد منخي. أحمد منخي إلى أيوب إلى أحمد مجددا. محمد فيصل يحاول الدخول والتمرير، الله يا محمد فيصل، أسد جميل لرعد خضير، وينجح بتسجيل 2 بوينتس ليقلص الفارق إلى 3 نقاط فريق غازي الشمال. ربع ثالث تنافسي مثير مجنون ما بين الفريقين. مصطفى فرهاد تمرير لعبيدة إلى عمار وليد يحاول التصويب لكن لم ينجح، وهناك خطأ على أحمد منخي، تكنيكال فاول على أحمد منخي لمصلحة عبيدة. اللقطة والإعادة، عبيدة والرمية الحرة الأولى، وهنا الحكم يطلب من حسين طلال الهدوء. عبيدة والرمية الحرة الأولى، هل ينجح؟ على ما يبدو لم ينجح. والآن الرمية الحرة الثانية، هل ينجح عبيدة؟ نعم ينجح. 48-44. البوزيشن مع فريق نفط الشمال. عمار وليد، دخول مهيمن علي يدخل الآن، العودة من رعد خضير، محاولة الدخول من أحمد منخي والتمرير لمحمد عبد الجبار. أحمد منخي لمحمد عبد الجبار لكن دفاعات قوية. هنا أيوب والدخول، تو بول جميلة، سلة جميلة من أيوب، حلوة من أيوب. 2 بوينتس 46-48. هنا عمار وليد ولكن خطفت الكرة من أحمد منخي. محمد عبد الجبار، هل يعود فريق الغاز للتعديل والتقدم؟ وصلت لمحمد فيصل، فرق القوة ما بينه وبين مهيمن، وثلاثية غير ناجحة، ولين جندي بالمتابعة. مهيمن علي من اللاعبين الشباب وليد 2000. مهيمن علي نعم سبق وأن لعب لنادي دجلة، والذي نشأ في السويد في أكاديمية آلي باسكتبول. هنا ليث الجندي والتمريرة لمحمد موفق. ال2 بوينتس غير ناجحة، وهناك خطأ على رعد خضير لمصلحة ليث الجندي. صعب جدا على الفريقين
تو فري ثرو لليث الجندي. الرمية الحرة الأولى هل ينجح؟ الرمية الحرة الأولى ينجح بالتسجيل. الآن الرمية الحرة الثانية هل ينجح بالتسجيل؟ لم ينجح ليث الجندي. 49 46 فارق 3 نقاط قبل نهاية الربع الثالث، دقيقة و20 ثانية. أحمد منخي لمحمد عبد الجبار. أحمد منخي مجددا يحاول أحمد منخي، لكن خطفت الكرة من محمد موفق. مهيمن علي إلى ليث الجندي. ليث إلى محمد موفق إلى عمار وليد، وعمار لامس الخط. ترنوفر على عبيدة. نوفر على عبيدة. شاهد كلام المدرب عمر خليل، يقول العب باص باص باص. 49 46 أقل من دقيقة على نهاية الربع الثالث. حبتي مشاهدي قنوات شبكة الإعلام العراقي، تقدم فريق نفط الشمال على غازي الشمال 49 46. هنا الثري بوس من أجل التعديل، ولكن خاطئة والكرة خرجت، وعاد البوزيشن لمصلحة فريق نفط الشمال. محمد موفق إلى مهيمن، يطلب الهدوء عمر خليل. مهيمن إلى عمار وليد، إلى مهيمن علي مجددا. عمار وليد، محمد موفق، محمد إلى عمار إلى مهيمن، مرور جميل وانتهى زمن الهجمة. ماذا هناك؟ ماذا هناك؟ كرة لامست الحلقة، يجب أن تعد الهجمة من جديد. 14 ثانية. نقاش اللقطة الأخيرة، هل انتهى زمن الهجمة قبل التصويب؟ إذا كان بعد التصويب تحتسب. نعم تحتسب، نعم الصافرة انطلقت بعد التصويب، وبالتالي تحتسب التو بوينتس لمصلحة نفط الشمال. 51 46 فارق 5 نقاط. آخر ثواني، آخر الثواني للربع الثالث. محمد عبد الجبار يبحث عن التو بوينتس، لم ينجح. المتابعة موجودة لكن الريباوند، وينتهي الربع الثالث بتفوق فريق نفط الشمال على فريق غاز الشمال 51 مقابل 46. استراحة قصيرة، أعود إليكم مجددا أحبتي، لا تذهبوا بعيد. حبتي مشاهدي قنوات شبكة الإعلام العراقي، نحييكم مجددا وأحداث الفترة الرابعة، الربع الرابع، مباراة نفط الشمال وغاز الشمال
51 نفط الشمال 46 الغاز، وفارق 5 نقاط. مواجهة ما بين الشبان، ما بين أنس اياد ومهيمن علي، والغلبة لمهيمن علي. أسس هذا اللاعب هناك في أكاديمية السويدية آلي باسكت بول هناك في السويد. مهيمن علي سبق مثل نادي دجلة. مهيمن بلاي ميكر إلى عبيدة، عبيدة إلى عمار وليد، وصلت إلى مهيمن، دخول جميل لكن دفاع قوي جدا. وصلت لأنس، أنس يحاول المرور، غاز الشمال، تمريرة، ماذا هناك؟ لمس الخط أيوب، ترنوفر على أيوب على فريق الغاز. ليث الجندي إلى مهيمن، مصلحة فريق نفط الشمال. عمار وليد، عمار يضغط لاعب فريق الغاز بشراسة. نعم شراسة دفاعية، بريسنج عالي وعالي جدا من لاعبي غاز الشمال على فريق نفط الشمال. ديربي نفطي، ديربي ما بين أندية محافظة كركوك. هنا عمار والثري بوينتس غير ناجحة. نعم انتهت الهجمة، انتهى زمن الهجمة، وعاد البوزيشن لمصلحة فريق غاز الشمال. هنا التصويبة لم تنجح. نعم تصويبة لم تنجح، عادت لمهيمن علي، يحاول ليث الجندي والمتابعة من ليث، لكن الكرة خرجت. يبقى الفارق 5 نقاط. طبعا الربع الثالث هو الأقل تسجيلا، سجل فريق نفط الشمال 11 نقطة، بينما فريق غاز الشمال أيضا سجل 11 نقطة. الآن الربع الرابع، 2 فري ثرو. أنس رمي الحرة الأولى، هل ينجح؟ نعم ينجح هذا اللاعب الشاب، 20 عام فقط. أنس اياد. الآن الرمي الحرة الثانية، هل ينجح بالتسجيل؟ نعم ينجح، يقلص الفارق إلى 3 نقاط. مهيمن علي إلى عبيدة، راحت مصطفى فرهاد ودخول مهيمن علي. مهيمن علي إلى عمار، ثلاثية غير ناجحة، والمتابعة موجودة. المتابعة موجودة. هنا أحمد منخي، الله على السن، محمد موفق إلى ليث الجندي، ليث الجندي والتوبوز غير ناجحة، أيضا متابعة، وهنا 2 بوينتس ورمية حرة إضافية عن طريق عمار وليد، عن طريق عمار وليد. نعم رمية حرة إضافية. الرمية الحرة الأولى، أو هي رمية حرة واحدة، نعم إضافية، ونقطة لمصلحة فريق نفط الشمال. 54 مقابل 48، زاد الفارق إلى 6 نقاط. غاز الشمال هل يتمكن من العودة أم يبقى فريق نفط الشمال هو الذي يأخذ الأسبقية؟ وهنا دفاع ممتاز، دفاع ممتاز. مهيمن علي، مهيمن إلى عبيدة، عبيدة إلى محمد موفق، إلى مهيمن علي مجددا، والتمرير لعمار وليد، عمار وليد، والتمريرات هنا ل3 بوينتس. ثلاثية جميلة من مهيمن علي، مهمة جدا لمصلحة فريق نفط الشمال. نعم مهيمن يحاول، وهناك خطأ على مهيمن علي.
نعم خطأ لمصلحة أحمد باسم. عادت لمصلحة فريق نفط الشمال. هنا أنس يبحث عن 3 بوينتس غير ناجحة، والمتابعة موجودة محمد فيصل مرة أخرى لفريق غازي الشمال. محمد عبد الجبار يبحث عن المرور، دفاعات قوية. هنا التصويبة 2 بوينتس ناجحة، 2 بوينتس ناجحة. 50 مقابل 57، فارق 7 نقاط. ليث الجندي إلى مهيمن لمحمد موفق. محمد موفق من تحت السلة ممتازة جدا، 59-50. ويستنجد بأحمد منخي المدرب حسين طلال. أنا سياد والبوزيشن لمصلحة فريق غازي الشمال. ماذا هناك؟ هل هناك وقت مستقطع؟ نعم تايم اوت. فارق 9 نقاط لمصلحة نفط الشمال، 59-50. ينتهي الوقت المستقطع. احبتي مشاهدي قنوات شبكة الإعلام العراقي، ونعود ونستأنف اللقاء المثير لغاية الآن. ويحاول فريق غازي الشمال بعد هذا الوقت المستقطع أن يعود إلى النتيجة. فارق 9 نقاط، متبقي 6 دقائق وبعض الثواني. هنا خطفت الكرة، عادت لأحمد منخي وهو محمد فيصل، وهناك هناك خطأ. 2 فري ثرو. فيصل حاول، خطأ على محمد موفق. نعم في هذه اللقطة الرمية الحرة الأولى. محمد فيصل هل ينجح؟ لم ينجح. كثيرة هي الرميات الحرة التي أضاعها لاعبي فريق غازي الشمال. هذه الرمية الحرة السابعة التي أضاعها لاعبي غازي الشمال. الآن الرمية الحرة الثانية، هل ينجح بتسجيل محمد فيصل؟ نعم ينجح بتسجيلها، 51 مقابل 59، 8 نقاط. مهيمن علي، ضغط عالي، يحاول مهيمن، لكن مهيمن لامس الخط مهيمن علي. وعاد البوزيشن لمصلحة فريق غازي الشمال. يعني خبرة لاعبي فريق غازي الشمال أعلى من خبرة لاعبي نادي نفط الشمال، يعني على معدل الأعمار أتكلم. أحمد منخي محمد فيصل، يعني هؤلاء اللاعبين 36 سنة. وهنا محمد عبد الجبار، ثنائية غير ناجعة. والمتابعة ليث الجندي، هذا أحد لاعبي الخبرة لفريق نفط الشمال. لمحمد موفق، لليث الجندي، ممتازة من ليث، يحاول الدخول وما زالت والحيازة لمصلحة فريق نفط الشمال. متعصب عمر خليل يطلب لعب الباص. مهيمن علي، تمريرة لمحمد موفق. عبيدة يطلب الهدوء. عمار وليد، وهنا التصويبة من عمار، 2 بوينتس ناجحة، 61-51. فارق 10 نقاط، فارق كبير عطفا على الدقائق المتبقية. محمد فيصل، نفط الشمال لم يعطي أي فرصة لفريق غازي الشمال أن يقترب. نعم واقترب من نتيجة تعادل، لكن سرعان ما عاد وتقدم. محمد موفق
أحمد منخي لمس الكرة بالقدم. بوزيشن لمصلحة نفط الشمال. جماهير زاخو بدأت بالمجيء للصالة الرياضية. ليث الجندي لعبيدة إلى ليث مجددا. خطفت الكرة من أنس. أحمد منخي والتمرير حول المرور، لكن أيضا خطفت ستيل. هنا ليث الجندي ممتازة. 2 بوينتس تزيد الفارق إلى 12 نقطة. 63 نفط الشمال 51 الغاز. غاز الشمال محمد عبد الجبار لأحمد منخي. أحمد منخي والثري بوينتس غير ناجحة. مهيمن علي والتمرير على عبيدة. عبيدة وباص كان باتجاه اللاعب عمار وليد، لكن قطع من أحمد منخي. البوزيشن ما زال لمصلحة فريق نفط الشمال. مهيمن علي. ليث الجندي. ليث لعمار وليد. عمار. ليث الجندي. لا هنا مهيمن. مهيمن. الله 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 الله، بيد واحدة وضع هذه السلة. ممتاز من مهيمن علي، ودخل قدم الإضافة. قدم الإضافة مهيمن علي بلاي ميكر ممتاز. التمريرة 60-51. اقترب كثيرا نفط الشمال من الفوز بهذا اللقاء. هنا الثري بوينتس ممتازة. ثلاثية تعيد بصيص الأمل لفريق غزة الشمال في هذا اللقاء. عبيدة على محمد موفق. هنا الثري بوينتس من ليث الجندي، وصلت لمهيمن. مهيمن لعبيدة لعمار وليد، لكن خطفت الكرة. ستيل لفريق الغاز. والتمرير محمد عبد الجبار. محمد عبد الجبار شاهد جهد البدني، أخذ ما أخذه من محمد عبد الجبار. شاهد كيف يتنفس بصعوبة. أكيد كرة السلة تحتاج جانب بدني عالي وعالي جدا. فارق 12 نقطة، فارق كبير، ومتبقي 3 دقائق و17 ثانية. نعم فارق كبير. الشمال إذا فاز سوف يصل إلى النقطة 10 في المركز الخامس، بينما غاز الشمال سوف يكون في المركز السادس ب9 نقاط. محمد عبد الجبار. الرمية الحرة الأولى ينجح بتسجيلها. الآن الرمية الحرة الثانية أيضا ينجح بتسجيلها محمد عبد الجبار. 55-65، فارق 10 نقاط. تمريرة خاطئة من مهيمن، وعادت لأحمد منخي. هنا الثري بوز غير ناجح. المتابعة موجودة، لكن هناك خطأ. هناك خطأ لمصلحة فريق غاز الشمال. شاهد هنا اللقطة. الرمية الحرة الأولى لم يستطع تسجيلها. الآن الرمية الحرة الثانية، هل ينجح بالتسجيل؟ مصطفى لم ينجح. لكن متابعة ممتازة. متابعة ممتازة. محمد عبد الجبار دخول وتصويب، لكن لم ينجح. ليث الجندي بالريباوند بالمتابعة. هنا ليث والتمريرة لعمار وليد. لم ينجح عمار وليد، وكان يطالب بخطأ. عادت لمصلحة أحمد منخي، وخطأ على مهيمن علي. هذا أحمد منخي حاول الدخول، لكن تم اعتراضه من مهيمن علي.
الرمية الحرة الأولى لأحمد منخي. من الخبرة، هل ينجح؟ نعم ينجح بالتسجيل، ينجح بالتسجيل. الآن الرمية الحرة الثانية، نعم أيضا ينجح بالتسجيل، يقلص الفارق إلى 8 نقاط. عبيدة إلى ليث الجندي، ليث والتمرير محمد موفق إلى مهيمن، مهيمن تمريرة أيضا قصيرة. أحمد منخي هنا يعني على طريقة اللاعبين السريعين، لكن صعبة جدا يا أحمد يا باسم، صعبة جدا صعبة جدا. حاول لكن الأمور صعبة. دقيقتين 33 ثانية. مهيمن يغادر، وعودة مصطفى فرهاد. مصطفى تمريرة قطعت، ليث غير راضي على التمريرة. وهنا مباشرة عمر خليل يتدخل ويطلب وقت مستقطع. نعم يطلب تايم اوت، يعني شاهد اللاعبين متعصبين ليس بأفضل حالاتهم من ناحية التركيز، وبالتالي يتدخل ويطلب وقت مستقطع. ينتهي الوقت المستقطع. احبتي مشاهدي قنوات شبكه اعلام العراق، ونعود نستلم في اللقاء. اخر دقيقتين 31 ثانيه من عمر هذا اللقاء. نفط الشمال يتفوق على غاز الشمال 65 57، فرق 8 نقاط. يحاول الغاز اللحاق بالنتيجه، لكن الامور صعبه وصعبه جدا. مصطفى فرهاد الجوله الثامنه، كل فريق لعب 7 مباريات، وهناك خطأ على فريق الغاز. ليث الجندي، الرمية الحرة الأولى من ليث الجندي، هل ينجح ليث؟ لم ينجح ليث. الآن الرمية الحرة الثانية، هل ينجح ليث؟ أيضا لم ينجح، لكن المتابعة لفريق نفط الشمال. عمار لا عبيدة، و3 بوينتس، 3 بوينتس 68 57. أحمد منخي يحاول إلى أحمد باسم. أحمد منخي يحاول على الثلاثية فريق الغاز، والثلاثية غير ناجحة. وصلت إلى عبيدة تمريرة من ليث، محمد موفق، مصطفى فرهاد. آخر دقيقة و30 ثانية. محمد موفق إلى عمار وليد، وهنا يحاول مصطفى فرهاد تمريرة، لكن خطفت محمد عبد الجبار إلى أحمد باسم. منخي لمحمد عبد الجبار، 3 بوينتس غير ناجحة الثلاثية. عمار وليد إلى ليث الجندي إلى مصطفى فرهاد. مصطفى سيطر على كرة مصطفى رغم من الضغط من أحمد باسم. ليث الجندي، يحاول فريق نفط الشمال استهلاك زمن الهجمة.
وهذا الثري بوينت، وهناك خطأ، هناك خطأ لمصلحة عمار وليد. إلى المحامي، شاهد الإعادة. رمية حرة أولى، هل ينجح عمار وليد؟ لم ينجح. خطأ عند المدرب بسبب الاعتراض من حسين طلال. الآن لعب الرمية الحرة الثانية. هل ينجح؟ هل ينجح؟ نعم ينجح، ينجح، ينجح عمار وليد. الآن الرمية الحرة الثالثة. هل ينجح عمار وليد؟ نعم ينجح، نعم ينجح. والآن الرابعة، طبعا بعد الخطأ الاعتراض من قبل المدرب. هنا الرمية الحرة الرابعة، لم ينجح عمار وليد، لكن المتابعة من عمار. ليث الجندي، مصطفى مرهاد، 40 ثانية أخيرة. ليث الجندي يحاول الآن، محمد موفق، وقطعت محمد عبد الجبار. لا داعي للعصبية يا كابتن يا حسين يا طلال، خلاص هذه هي الرياضة، فوز وخسارة، لا داعي لهذه العصبية. انتهى زمن الهجمة. هذا البوزيشن لمصلحة فريق غازي الشمال. خلاص نفط الشمال حسم الأمور، 70 مقابل 57. صعبة جدا، مستحيلة العودة لفريق غازي الشمال. هنا 3 بوينتس من مسافة بعيدة وبعيدة جدا، لكن غير ناجحة. ولاعبي نادي نفط الشمال خلاص اتفق الفريقان على انهاء طبعا انهاء المباراة. و70 لنفط الشمال، 57 للغاز. نفط الشمال يصل إلى النقطة العاشرة بالمركز الخامس، وغاز الشمال يصل إلى النقطة التاسعة بالمركز السادس. مبارك نفط الشمال، جبل نفط الشمال، هارد لك لغاز الشمال وجماهير غاز الشمال. دربي كركوك يذهب باتجاه نادي نفط الشمال. وفي الختام تقبلوا تحياتي، مع اللقاء علي عنب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.